السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده شرح تفصيلي الفروقات ما بين أساتك التمرين بأنواعها المختلفة. خلونا نبدأ بأهم وأكتر نوع اقتصادي عندنا إن احنا نقدر نشتريه ونتمرن بيه في المنزل بأفضل الأسعار، هي الأساتك الميني باندز الخماسي. أساتك الميني باندز الخماسي حضراتكم تقدروا تشتروها من أثليت هوم عندنا في ظهر طيبة مول مدينة نصر بكذا موديل وبكذا خامة وبكذا جودة مختلفة. زي ما حضراتكم شايفين عندنا جودة متوسطة بالشكل ده، بيكونوا بندل 5 أساتك مع بعض، كل مقاومة بتكون مختلفة عن التانية بحيث ان احنا نقدر نستخدم الأستك على مدار فترات تدريبية مختلفة. عندنا نقدر نشتري الأساتك دي بتكون بالمقاومة واحدة زي ما احنا عايزين، مش لازم نشتري ال5 مع بعض. عندنا ده براند بيكونوا 3 مع بعض، عندنا ده براند تاني بيكونوا 5 مع بعض، عندنا ده براند اخير بيكونوا 5 مع بعض، وده اعلى كواليتي متوافرة في الاساتك الخماسي مع بعض. يعني لو حطينا النوع ده مع النوع ده حضراتكم هتاخدوا بالكم من الفرق ما بينهم. فعشان في بعض العملاء لما بيعرفوا الفروقات في الاسعار بيكونوا يعني مش متخيلين الفروقات اللي ما بينهم. مش معنى ان ده جودة اقتصادية ان هو يكون سهل القطع او ان هو ما يعيش فترات طويلة، لا بالعكس خالص. انا حابب اطمن حضراتكم لسياسة الاستبدال والاسترجاع عندنا، ان حضراتكم اي منتج بتشتروه خاضع لسياسة الاستبدال والاسترجاع بتصل الى 90 يوم في بعض المنتجات، والمينيمم بتاعنا بيكون 30 يوم في حالات عيب الصناعة. ده غير طبعا سياسة الضمان اللي احنا بنقدمها على الأجهزة الرياضية والأدوات الرياضية الكبيرة زي الساندباج. نرجع تاني لشرح الفروقات ما بين الأساتك. عندنا بعد كده الأساتك اللي بمقبض. الأساتك اللي بمقبض بتنزل ب7 مقاومات مختلفة. الأستك اللي بمقبض بنقدر نتمرن بيه في البيت كبديل مثالي أرخص من الدمبل بمراحل، ونقدر ان احنا نشتري الاستك لوحده زي كده او نشتري الاستك ومعاه حاجة اسمها مشبك باب. مشبك باب ده علشان يزود معانا عدد التمارين اللي احنا بنعملها في المنزل لما بنحط ده حوالين الباب. كل استك من دول بيساوي مقاومة معينة او بيساوي وزن معين، بيبدأ معانا من اول من 4 ل5 كيلو يوصل معانا لحد حوالي 30 كيلو الاستك ده. طبعا كل ما بنزود المقاومة كل ما تخانة الاستك بتزيد. زي ما حضراتكم شايفين الازرق ده من اوائل المقاومات والموف ده اخر مقاومة، فالموف بيكون تخانته اكتر. نرجع سريعا مع بعض للاساتك بتاعة الرجلين. في استك زي كده بيكون واخد كفر قماش عشان ما يلفش حوالين الرجلين، وفي نفس الوقت ما يكونش سهل القطع، لان اساتك الرابر دي لو نتشت في اي حاجة ممكن تتقطع بسهولة. زائد الاساتك اللي بتكون فيها جزء فوم زي ما حضراتكم شايفين، دي بتكون اريح على الرجلين عند التمرين. عندنا طبعا الاساتك بعد كده اللي بتكون فيها المدخل بتاع الرجلين ومعاها مدخل اليد بنعمل عليها تمارين محددة. عندنا الاساتك اللي بيكون معاها عجلة البطن البريميوم العالية او المتوسطة زي ما حضراتكم شايفين. دي المسند بتاعنا هنا مختلف عن المسند هنا، فالمنتج ده بيكون اعلى جودة من المنتج ده بيكون متوسط. عندنا طبعا السوست بمقابض فقط لا غير، او السوست اللي بمقابض ونقدر ان احنا نعمل عليها هاند جريب كمان نستخدمها تبقى 2 في 1. وعندنا بديل السوست الاساتك اللي بمقبض اللي بنقدر نغير المقاومات بتاعتها. الاساتك اللي بمقبض اللي بنقدر نغير المقاومات بتاعتها، وهحاول افتح في باقي الفيديو هنا العلب بحيث نقدر نشوف الداخلي بتاعها بشكل احسن. طبعا عندنا الاساتك المفتوحة. الاساتك المفتوحة الميزة بتاعتها ان هي اقتصادية جدا في السعر، نقدر نستخدمها للايدين وللرجلين، ومتوفرة برضو بحوالي 7 مقاومات مختلفة، كل مقاومة فيهم تساوي وزن دمبل. يعني ايه مقاومة؟ المقاومة يعني انا مش قادر، انا بقدر اشيل مثلا دمبل وزنها 5 كيلو فانا هاخد الاستك الازرق. طيب انا بشيل دمبل وزنها 30 كيلو فانا هاخد الاستك الموف، وهكذا. ده مثال، مش بقول ان ده معنى المقاومات هنا، انا بس بشرح الفرق سريعا بين المقاومات.
هنكمل معاكم بقيه الفروقات ما بين الاساتك. عندنا الاساتك اللوب. الاستك اللوب ده من اقيم الاساتك اللي ممكن تعيش مع حضراتكم فترات طويله وليه استخدامات متعدده. هو فعليا بيغطي كل عضلات الجسم، وبيوصل معانا في الاستك الكبير ده ان هو ممكن يساوي حوالي 80 كيلو. بيستخدموا لاعبي العاب القوه عشان يزودوا الاحمال على الباربلز، وممكن بعض العملاء يستخدموه علشان يساعدهم في لعبه العقله او في تمرينه العقله لو هم مش قادرين يبداوا يعملوا عقله. ان هو بيشيل جزء من جسمه. لو فرضنا ان العميل وزنه 80 كيلو، فالاستك الاخضر او الاسود بيشيل جزء من وزنه بحيث هو يقلل اللود فيقدر يرفع جسمه. فتحنا العبوات لحضراتكم هنا عشان تشوفوا الاساتك دي. الاساتك دي لما بندوس هنا بنقدر ان احنا نقلل الاساتك او نزودها بحيث نستخدم العدد اللي احنا حابينه في المنزل. دول 2 كواليتي مختلفة زي ما حضراتكم شايفين. وعندنا الاستك اللبسوستا برضو فتحناه عشان حضراتكم اكيد جيل الثمانينات عارف قوي الاساتك اللبسوستا دي كانت مشهورة وقتها. هي لسه ستيل موجودة وطبعا بتعيش فترات طويلة جدا من العمر ومعاها المقبض. وهنفتح لكم الاستك التاني اللبسوستا دلوقتي ومعاه الهاند جريب. طبعا عندنا براند ليف اب وعندنا براند بودي سكالبتشر. عندنا البرودكتس بتاعتهم الاساتك لو اي حد حابب ان هو يشرفنا في تشكيله واسعه من المنتجات بتاعت ليف اب وبودي سكالبتشر. وعندنا طبعا اساتك اليوجا والجمباز اللي بتبقى متقسمه زي ما حضراتكم شايفين بالالوان المختلفه بتاعتها. نيجي دلوقتي للاستك اللي بهاند جريب. ده اللي انا كنت اقصده، ان احنا نقدر من هنا نستخدمه كهاند جريب مع ان هو استك للتمرين. فبيبقى الاستك ده ميزته ان هو بيكون 2 في 1. عندنا بعد كده اهم منتجين انا سبتهم للاخر. تسلم يا حسام، شكرا جزيلا. انا سبت اهم استكين للاخر بحيث نشرحهم اكتر. وهو استك الهيب باند. الهيب باند ده اساتك للرجلين بتحبها كتير البنات لان هو بيساعدهم في تمارين الهيب واللور بودي. الميزه اللي فيه ان هو صعب القطع لان هو يعتبر قماش زي ما حضراتكم شايفين. هو متوافر عندنا في اسيليت هوم ومعمول عليه خصم كويس جدا جدا. لو حد مهتم ممكن يسالنا في الكومنتس عنه. الميزه التانية في الهيب باند كمان ان هو الاساتك الرابر ممكن زي ما وضحنا ان هي تتقطع بسهوله. فالهيب باند بيكون بيعيش اكتر، ديورابل اكتر، زائد ان هو بيكون اتقل منهم. يعني لو فرضنا ان الاستك الاسود ده هو اتقل واحد فيهم اللي هو الهيفي او الاحمر هو الاكس هيفي، اقل استك هنا اللي هو الاخضر هيكون اتقل من الاحمر. فده بيكون معمول لحد وصل لمرحلة تدريبية عالية قوي في الاساتك الميني باندز. دي نقطة الهيب باندز. دايما بيجيلنا استفسارات عن الاساتك الخماسي ان ليه بيكون في فروقات ما بين اسعارها في الماركت المصري. مش في الماركت المصري بس، بالعكس هو في الماركت العالمي كمان في فروقات كبيرة ما بين اسعارها. عشان كده احنا فتحنا 2 بوكسز ب2 كواليتيز مختلفة. كواليتي اقتصادية زي ما حضراتكم شايفين وكواليتي عالية جدا زي ما حضراتكم شايفين. وهنقارن ما بينهم مع بعض دلوقتي قطعة قطعة. خلينا نبص مبدئيا لقطعة المقبض. قطعة المقبض الخاصة بالاستك العالي الجودة بيكون اتخن شوية. الفوم اللي فيه بيكون اعلى غير القطع الاقتصادية. الجنش نفسه المعدن اللي في العالي الجودة بيكون اتخن. يعني انا هحاول بس ان انا اقرب اكتر. كقطاعات هو بيكون اتخن واعرض والسماكة بتاعته بتكون اعلى فبيكون تحميله احسن. ده بالنسبة للمقبض. طيب لو جينا للقطعة بتاعة الرجلين، دي قطعة الرجلين بتاعة الاستك عالي الجودة، ودي قطعة الرجلين بتاعة الاستك الاقتصادي. الاستك الاقتصادي زي ما حضراتكم شايفين ده الفرق ما بينهم. سيمبلي في فرق كبير جدا 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 بين القطعتين. طبعا القطعة دي هي اللي تخص الاستك عالي الجودة. بعد ما استخدمنا القطعة المقبض والقطعة التانية هنبص مع بعض على القطعة اللي هي تخص
الاساتك نفسها. يعني خلينا مثلا ناخد الاستك الاخضر كمثال ونحطه جنب الاستك الاخضر التاني. زي ما حضراتكم شايفين سمك الاستك نفسه، المطاطية بتاعة الاستك مختلفة كتير عن بعض. ده برضو انا حابب اطمن حضراتكم ان مش معنى ان الاستك ده عالي الجودة وده اقتصادي ان هو وحش او ممكن يسبب لك مشاكل. حابب اذكركم بسياسة الاستبدال والاسترجاع عندنا، تكون مطمئن وانت بتشتري اي منتج من عندنا ان هو على الاقل هيعيش معاك مرحلة مناسبة من العمر، ان انت مش هتكون خسرت الفلوس اللي اتدفعت فيه، ولو حصل حاجة لا قدر الله في خلال السياسة بتاعتنا احنا هنبدله لك. لو بصينا كمان على الحلقات الحديد اللي موجودة هنلاقي الحلقات الحديد اعلى. دي كلها يا جماعة ده كوست، ده كله تكلفة في المنتج. بصوا الفرق بين الاتنين بيكون مختلف كتير جدا. في نهاية الفيديو حابب اشكركم على مشاهدتكم للفيديو لاخره. تأكدوا ان احنا بنحاول دايما نوفر احسن منتجات باعلى كواليتي ممكنة، او حتى تكون كواليتي اقتصادية بس تقدر ان هي تعيش معاكم مرحلة من العمر. تقدروا تطلبوا اي اوردر انتوا عايزينه عن طريق السوشيال ميديا لينكس بتاعتنا، او عن طريق الويب سايت، او عن طريق الواتساب. تقدروا تزوروا الفروع بتاعتنا زي ما تحبوا. هنسيب لكم في الديسكريبشن اللينكات وكل العناوين بتاعت الفروع بتاعتنا. تنورونا، تحت امركم في اي وقت. شكرا جزيلا.